بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدر ومقداره العظيم. حبايب قلبي تعالوا النهاردة نعمل مع بعض أكلة مصرية شعبية أصيلة. أكلة شعبية مصرية أصيلة، أيوة. وأكلتنا النهاردة هتكون كشري المصري، الكشري بكل تركاته وبكل حركاته وبكل حاجة فيه. وأول خطوة النهاردة لازم نعملها في الكشري المصري هي البصل. هنقلي البصل زي ما احنا ما شايفين كده. أول حاجة أنا بدأتها معايا في الفيديو بتاعي إن أنا جبت البصل بتاعي، طبعا كنت منضفاه. ببدأ أقطعه كده جوانح رفيعة على قد ما أقدر. بفككه من بعضه كده علشان نقليه. طيب قوليلنا يا رنودي، ليه أول خطوة من الخطوات بدأتي بيها هي البصل؟ هقولك لأن خطوة البصل النهاردة وقلية البصل هيترتب معاها أو وراها كل خطوات الكشري بتاعي. يعني تقدروا تقولوا الخطوات بعد كده بتاعة الكشري مبنية على الخطوة بتاعة قلية البصل. وهنشوف مع بعض، خليكم معايا وهنشوف مع بعض. انا جايبه لكم النهارده طريقه الكشري المصري بكل تريكاته وكل حركاته بتاعه محلات الكشري. يعني تقدروا تقولوا كده على رأي ابراهيم وسندس، بيقولوا لي يا ماما انت لو عملتي الكشري دوت هتقفلي محلات الكشري التانية اللي فاتحة. عايزة اقول لكم طبعا الكشري ده ليا قصص كتيرة مع يعني فيه. كان يعني ليا جارة عندها أولاد ما بيحبوش الكشري، ما بياكلوهوش حرفيا. أقسم بالله كانوا يعني اللهم لك الحمد حبوه من إيديا، اللهم لك الحمد. عايزة أقول لكم إن جارتي دي أنا كنت بحبها جدا جدا. يعني ربنا يديها الصحة ويفرحها بأولادها يا رب. طبعا يعني احنا اتفرقنا بس قلوبنا طبعا مسلمة دايما على بعض وفيها حب لبعض. وعايزة أقول لكم برضه كان ليّا واحدة برضه معرفة بتقول لي: "يا بنتي الكشري أنا ولادي بيحبوه من برّه، ومش عارفة ليه ما بياكلوهوش من إيدي، طب قولي لي أنا نِفسي فيه وعايزة أعمله." قُلت لها: "طب تمام." قُلت لها: "هاقول لِك على طريقة عمايله وصدقيني ثقة في الله وهيعجب ولادِك وهيبدأوا ياكلوه من إيديكِ وهيبقى عندهم أحسن من بتاع برّه." وفعلًا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لقيتها بتتصل عليَّ بتقول لي: أقسم بالله العيال كلوه من إيديّا وبيقولوا لي جامد. فطبعًا اللهم لك الحمد، ربنا يجعلنا طبعًا أسباب للخير و ويجعل لنا بصمة في قلوب الناس بالخير يا رب. هنا البصل بتاعي إحنا خرّطناه زي ما إحنا ما شايفين. باجيب بقى إيه، باحضّر أنا هاقليه في الصينية دي. جِبت بس الأول الصاج ده فردت فيه البصلة بتاعتي عشان عايزة أفرُكها كويس، وعايزة أحط عليه مكون مش هيخليه يشرب معايا الزيت، وفي نفس الوقت هيحمره لي ويخليه معايا مدي القرمشة الجميلة بتاعة بره بتاعة مطاعم الكشري اللي هم طبعا بيقولوا عليه ورد. يعني أنا بالنسبة لي كده الكشري ده هنعمله النهاردة ورد الورد. ثقة في الله طبعا ما شاء الله هيطلع جميل. طبعا زي ما احنا مش شايفين كده بحاول أفكك معايا البصل، وبجيب معايا المكون بتاعي اللي هو معلقة نشا، وباحاول أقلّب كده. وفي ناس بيحطّوا فيه معلقة دقيق، بس أنا باحب معلقة النشا ليه؟ لإن ما بتخلّيهوش كمان يشرب الزيت. طبعًا كده باحاول أقلّبه كويس علشان يتغلّف بمادة النشا بتاعتي. وما انساش معايا أجيب حبّة ملح كده برضه أرشرشهم على البصلة بحيث إن هي برضه تدبل بسرعة وتتحمّر بسرعة. وادي معايا البصل باخده معايا على الطاسة أو الصينية اللي أنا مجهزاها بالزيت ومسخنة النار عليها كويس. ببدأ أنزل بالبصل بتاعي، بس مش هنزل بالبصل بتاعي كله، هنزل تقريبا بنص الكمية ديت علشان خاطر يبقى يتحمر كويس. لأن انتي لو نزلتي بالكمية كلها
هتلاقي البصل بتاعك بيلزق في بعضه، واللي هو تقريبا بيبقى طري عامل زي التقلية الطرية. لا، وانا مش عايزة ده. انا عايزة ادي لكل بصلاية او كل شريحة من البصل ده تحميرة المناسبة بتاعتها. طبعا انا البصل بتاعي هقليه وهطلعه على صينية. نخش على الخطوة اللي بعد كده وهي المكرونة. نروح نجري بسرعة نسلق المكرونة، وانتي معلقة على التقلية، بتكوني معلقة على حلة مية لسلق المكرونة. بصوا الأكلة دي يا جماعة في ناس كتير بتخاف منها علشان خاطر ان هي بتاخد وقت وكده. لا، انتي لو رتبت افكارك فيها مش هتاخد وقت معاكي خالص. يعني لو علقتي على حلة المية السخنة عشان تسلق المكرونة بتاعتك. طبعا احنا هنا المكرونة نزلنا في حلة سليق المكرونة بحبة زيت، بمعلقتين تقريبا زيت أو 3 معالق زيت مع معلقة ملح. طب معلقة الزيت دي فايدتها ايه؟ طبعا ما بتخليش المكرونة بتاعتي تلزق في بعضها، بتقلل من النشويات أو تماسك المكرونة في بعضها في السليق. وهنا دي تاني خطوة ليا المكرونة، ان انا بسلقها، وطبعا هصفيها بعد ما تتسلق، وهشطفها شطفة كويسة وهركنها علشان هعوزها بتركاية أخيرة برضو للكشري. وطبعا وهي المكرونة كده بتتسلق، رحت بسرعة على العدس بجبة بتاعي. طبعا أنا كنت نقعاه كام ساعة كده. فيا ريت طبعا اول خطوه انت بتعمليها ان انت بتتخلصي من ميه النقع بتاعته، لان بتكون مطلعه السموم بتاعه البقوليات فيها. وبتقومي شطفاها بعد ما بتتخلصي من الميه، بتشطفيها وبتحطي لها ميه نظيفه، وبتضيفي لها معلقه ملح، وهتروح تتسلق على طول. دي تاني حاجه. وكان معايا برضو تمن حمص الشام كده، برضو كنت نقعاه، اتخلصت من الميه بتاعته وشطفته كويس، وبرضو هضيف له ميه ومعلقه ملح، وبرضو هسلقه كده. عندي كل حاجه تمام، مرتبة أفكاري كويس، هخلص أكلتي بسرعة. هنا بقى طبعا مكان تقلية البصل بتاعي، باخد هنا حبة زيت. طبعا الصينية سخنة. هنشوح بقى الرز بتاعي بالعدس، هنشوحه في حبة الزيت بتوع التقلية. ودي تركية يا جماعة بتوع الكشري. ليه أنا بدأت، كنت بتسألوا ليه أنا بدأت بالتقلية البصل في الأول؟ ابتديت بيها علشان انا محتاجة الزيت بتاعته، بتاع التقلية، عايزة انكه بيه الاكلة بتاعتي النهاردة اللي هي اكلة الكشري. عايزة الاكل بتاعي كله يبقى ريحته تقلية البصل، واخد من ريحة تقلية البصل. ودي تركاية اصلا بتوع الكشري اللي بتديله نكهة. طب انا هنا عملت ايه؟ نزلت بالرز، وطبعا كنت غسلة العدس بتاعي، نزلت بيه وشوحتهم مع بعض زي ما احنا مش شايفين. ونزلت بمعلقة بهارات اللي عندي اللي هي توم باودر وبصل باودر. مش عندك هتنزلي بشعرة كركم وحبة ملح بس. شعرة كركم وحبة ملح هتدي نكهة جميلة. طبعا اللي بتجري في المية بتاعة البصل دي، بعد ما شوحت طبعا الرز نزلت بالمية، دي بصلة من التقلية، مفيش أي مشكلة. عايزة أقول لكم في ناس كمان بيضيفوا حبة بصل في حبة الرز. طبعا التركية بتاعتي اللي أنا بحبها موت إن أنا بحط ورقتين لوري في قلب الرز، بيديله برضو نفس ونكهة جميلة جدا. وظبطي العقد بتاعك علشان الرز بتاعك يطلع مظبوط، الرز بتاعنا يطلع ايه مظبوط. طبعا دخلت على التركية اللي بعد كده الشعرية. برضو أخدت من الزيت بتاع البصل ونزلت آمم عليه على الشعرية علشان خاطر أقلي الشعرية من زيت البصل. عايزة أقول لكم بقى، أنتم متخيلين إن الشعرية دي لما يبقى ريحتها متنكهة بالتقلية؟ هي الأكلة النهاردة كلها متنكهة بزيت البصل. عشان كده هرجع وأفكرك إن أنا ابتديت بقلية البصل علشان كنت محتاجة الزيت بتاعه أنكه بيه الأكلة بتاعتي النهاردة
أو وصفتي النهاردة كلها بتقلية البصل. عشان كده لما بتبقي معدية على محلات الكشري تلاقي ريحة التقلية واو، وريحة الأكل واو. هي دي تركات المطاعم. طبعا هنا بقلي الشعرية. يا ريت يا حبايب قلبي ما ننساش اللي داخل جديد في القناة بيشاهدني يشترك في القناة، وطبعا يكون مشرفني ومنورني وأسعدني كمان باشتراكه، ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد من وصفاتي. وما ننساش حبايب قلبي طبعا المشتركين عندي ما ننساش لايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم الجميلة حبايب قلبي. وعايزة اقول لكم جربوا الاكلة دي بالتركات بتاعتي البسيطة، ورتبوا افكاركم فيها. في ناس كتير بتشيل هم الكشري ويقول لك كشري واو، ده انا هقعد بقى، ده هم، ده عامل زي اكلة المحشي. زي اكلة المحشي بتاخد لها سنة. لا 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 يا جماعة، رتبوا افكارك. انت علقي كده على حلة سلق المكرونة، بعد ما بتقلي التقلية بتعلقي على حلة سلق المكرونة وسلق الحمص الشام وسلق ال العدس بجبة. هيخلصوا مع بعض اصلا سلقهم، تبداي تشطفيهم وبتصفيهم وبتركنيهم ان هنعمل الخطوه الاخرانيه فيهم بس، ويبقى اكلتنا كده كملت. والرز هتشوحيه هو والشعريه زي ما احنا شايفين كده كده يبقى اكلتنا خلصت، مش ناقصها حاجه. وهنا حبايب قلبي طبعا قلينا الشعريه بتاعتي ونزلت عليها بحبه ميه. الشعريه مش بتحتاج ميه كتير، الشعريه يا دوبك الميه تكون مغطياها. طبعا انا كنت نزلت بمعلقه ملح زي ما احنا ما شفنا اهو. بصوا المية يا دوبك تغطيها، يعني انا حطيت كمان بقى على فكرة اللي كان فاضل في الطبق. ايوه هو ده. بس كده هتغطي عليها وهتسيبيها. تعالوا بقى كده احنا خلصنا الاكل بتاعنا كله. ادي المكرونة اللي سلقت واتشطفت وسبتها تتصفى. التركية بتاعتها ان انتي بتجيبي بقى حبة زيت وحبة ملح عليها، وبتبدأي ان انتي تقلبيها اهو. بصوا الزيت بتاع برضو ايه يا رنودي، الزيت بتاع تقلية البصلة. ما احنا قلنا اكلتنا لازم تتنكه النهاردة بزيت البصل، ما ننساش النقطة دي. بصوا هو طبعا عشان انا ركنتها بعد ما شطفتها شوية فتحس ان هي متماسكة مع بعضها. ما تقلقيش خالص، مجرد ما تنزلي عليها بحبة الزيت وشعرة الملح وتبداي تقلبي بالراحة فيها هتلاقيها سلكت معاكي ورجعت زي السكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا. ما شاء الله عليها. بتشوحيها كويس، تحاولي تفرفريها كده. طبعا انتي نزلتي معلقة الزيت عليها بتفرفريها. طبعا انا ليه بحط الزيت بالكرنيب؟ هتقولي لي انتي مش بتحطي كده زيت كتير يا نونودي بالكرنيب؟ انتي في حد بيحط الزيت ده كله بالكرنيب؟ على فكرة الكرنيب ما فيهوش زيادة عن معلقتين زيت. بس انا اللي بدل ما اروح واجي بمعلقة الزيت اللي هي بتاعة الاكل وتتدلدق مني او تقع مني، لا انا كنت باخد في الكرنيب مقدار المعلقتين الزيت. تمام، عشان ما حدش يفكر ان انا بحط بالكرنيب فكمية كبيرة. طبعا انا بشوف المكرونة بتاعتي سخنت ولا لأ، لان انا عايزة اشوحها كويس. سبب ما انا ما حطيت ايديا كده عند المكرونة اجسها. وادي كمان العدس بجبة بتاعي ممكن برضو تشوحيه عادي، بس انا بصراحة اكتفيت ان انا انزل عليه معلقة الزيت، وادي حبة الملح بتوعه اللي انا يا دوبك حدقته. طبعا الحدق اللي يريحك، انت بتحدقي اكلك الحدق اللي يريحك، ملكوش دعوه بالملح اللي انا بحطه. لو انتوا بالنسبه لكم بتحبوا الحدق اقل من كده مفيش مشكله. طبعا سهله وبسيطه قوي ان انت تويمي الملح بتاع اكلتك. وبرده هنا هننزل بمعلقتين الزيت وهبدا اقلب العدس بجبه بتاعي. وزي ما قلتلك لو انتي عايزة تشوحيه على النار مفيش اي مشكلة، بس انا بالنسبة لي كان العدس بجبة مستوي كويس، فما كانش محتاج ان انا برضو اشوحه. قلبته كويس زي ما احنا شايفين. يبقى احنا كده خلصنا العدس بجبة وخلصت المكرونة بتاعتي. تعالوا بقى نروح لأهم نقطة. ايه دي يا رنودي؟ اللي هي الدقة بتاعت الكشري بتاعت المحلات.
بصوا انا بعملها بالطريقة دي بجد والله العظيم بتبقى تحفة وجميلة، بسم الله ما شاء الله، بتبقى جميلة حرفيا. بتجيبي كده معلقة توم مع معلقة الزيت، وتبدأي ان انت تشوحيها. انت هتقلي للدقة يا رنودي؟ لا انا مش هقلي ليها، انا هخلي التومة كده اللي هو تاخد بس تشميعة، مش هقليها خالص ولا حتى هصفرها. وطبعا زي ما احنا عارفين التوم بتاعي بيبقى دايما محتاج معاه نص التاني بتاعه اللي هو الكزبرة الناشفة. وخاصة في الوصفة بتاعتي النهاردة بتاعت الدقة، ونزلت عليهم بمعلقة كمون، ونزلت معاهم بالشطة بتاعتي كده. انا بص النهاردة الدقة بتاعتي اللي هو انا ضمها دقة مع الشطة، يعني بدل ما نعمل ازازة الدقة لوحدها والشطة لوحدها، انا تقدروا تقولوا كده انا عملت الوصفة دي 2 في 1. نزلت كده يجي ب4 معالق شطة صغيرين، ونزلت بمعلقتين ملح، وبقلب بقى الوصفة بتاعتي كلها كده مع بعضها. ولو لاحظتوا التومة بتاعتي انا ما قلتهاش، انا نزلت عليها بالتوابل وحمصت التوابل بتاعتها، واديت ريحة حلوة كده ليها. طبعا هتقولولي هو انتي دافسة ليه ازازة الخل يا رنوتي؟ كنت دافساها قوي في الحلة كده. هقول لكم لاني اللي عمالة بتطرطش بره ومغرقة الدنيا، فعشان كده انا وطيت ايديا قوي فيها في الحلة بتاعتي. وهنا بصوا سايباها اللي هي تاخد غلوة كده، بصوا، وبنزل عليهم بالمية، كوبايتين بقى مية كده او 3 على حسب ما انتي عايزة، وعلى حسب الكمية. انا قلتلك الطريقة في ايديكي بقى المقادير، اللي هي عبارة عن ملح وكمون وشطة وكزبرة ناشفة وتوم. كل ده بيتشوح على النار. نخش بقى للخطوة اللي بعدها، وتقدروا تقولوا ان دي اخر حاجة خالص في الكشري بتاعي النهاردة، وهي الصلصة. كان عندي كيسين صلصة في قلب الفريزر، طلعتهم صغيرين كده وفكتهم على النار. طبعا تقدري ان انت تستبدلي ان هو انت بتجيبي شفشق طماطم عادي خالص، وتسيبيه اللي هو نص تسبيكة على النار، يعني يا دوبك ياخد غلوتين كده ويبدأ يتقل معاكي. هتنزلي عليهم بحبة ملح وحبة كمون مش اكتر. والتركية المطاعم النهاردة اللي كتير مننا ما يعرفهاش، ان احنا بنعمل للصلصة بتاعة الكشري بتاعي النهاردة بنعمل لها طشة. هتقوليلي بتهزري يا رنودي؟ الصلصة بيتعمل لها طشة؟ ايوه، دي تركاية وسر الصلصة وروايح الصلصة اللي انت بتشميها وانت معدية من عند مطعم بتاع الكشري، تلاقي ريحة الصلصة كده مهفهفة وجميلة. هي دي اللي هو فصين توم او حبة توم على حسب كمية الصلصة بتاعتك، وبتنزلي معاهم بتحمصيهم مع الكزبرة الناشفة وبتطشيهم في قلب الصلصة بتاعتك، وبألف هنا وشفا. وكده يبقى خلصنا الكشري بتاعي كله وتمام. طبعا سيبنا الشطة خدت غلوة، الدقة بتاعتنا، وسيبنا الصلصة خدت غلوة بعد ما حطينا برضو الدقة، وكله تمام. رحنا للسلطة بتاعتي. سندس طبعا كانت محضرة لي السلطة، قطعت لي الخضار بتاع الطماطم والخيار والفلفل الأخضر، وطبعا الخضار اللي هو البقدونس. نزلت عليهم أنا يا دوبك بالتتبيلة اللي هي معلقة كمون ومعلقة ملح وعصرة ليمونة ومعلقة خل. بس عايزة أقول لكم بقى، حبة سلطة بجد تسلم إيديك يا سندوسة. بجد أكلتي النهاردة كانت أكلة جميلة جدا جدا جدا، اللهم لك الحمد. وعايزه اقول لكم طبعا لما بعمل اكله الكشري، ناس كتير هيقولوا لي انت طب انت مش مكتره شويه؟ هقول لكم لاني لازم اكله الكشري مش انا اللي باكل لوحدي منها، لازم برضو الحبايب ياكلوا معايا منها. نزلت عليها طبعا بمعلقه كده كوبايه الميه، معلقه ميه ايه بس، كوبايه الميه. هنزل ببقيه كوبايه الميه دلوقتي، لان طبعا السلطه بنحب احنا نحط الميه فيها كتير. حطيت بقى ايه حبة الخل اهو، الخل بقى عمال يدلق بره، وسندس تقول لي ماما الخل بيدلق بره. بس لحقناه يعني الحمد لله، جت سليم.
بس هو كده السلطة بتاعتي جاهزة خالص يعني ما شاء الله، وبألف هنا وشفا. وهنا كنت بدأت أغرف الكشري بتاعي. كنت طبعا جبت الطبقين. طبعا إبراهيم حبيب قلبي كان بيفطر برا النهاردة مع أصحابه. فكنت بغرف أنا وسندس الكشري بتاعي. طبعا أنا بصوا بحب كده، أيوة اللي هو يلا من الحلل كده وأبدأ أغرف في الأطباق. طبعا احنا عندنا معروف. بصوا الشعرية بتاعتي جميلة ازاي، لونها جميل. حطيت الرز وبدأت أحط المكرونة، وحطيت طبعا الشعرية زي ما احنا شايفين. والسلطة بتاع السندوسة طبعا جاهزة زي ما احنا شايفين، وادي كمان العدس بجبة. قشطة بقى. بصوا يا جماعة شغل فاخر من الآخر. اوعى وشك. كشري الرنودي مش أي كشري. واكتبولي في التعليقات جربوه، واكتبولي في التعليقات. واهم حاجه زي ما بقول لكم، رتبوا افكاركم هتلاقوا الاكله. بصوا ما اخدتش وقت خالص معاكم. وادي الورد بتاعي، شوفوا يا جماعه. انا كان نفسي اسمعكم صوت قرمشته. ورد ورد يعني مش اي ورد، ورد رنودي مش اي ورد. وادي التقليه بتاعتي. بحاول كده، احاول انزل الكشري بتاعي لاني عالي قوي، وانا عايزه احط الحمص الشام. حمص الشام ممكن بعد ما بتسلقيه بتصفيه بس وبتاخديه بتحطيه كده على الوش. وفي ناس دانية بتشوحه برضو بمعلقة زيت من بتاعة البصل بشعرة ملح وشعرة كمون. تمام. وادي الكشري بتاعي جاهز. ادي الصلصة والدقة والسلطة. بس في تركاية للدقة كمان انا نسيت اقولها لكم وانا بعمل. سر برضو جميل جدا للدقة، حطي فيها كرنيب صلصة. الدقة حطي فيها كرنيب صلصة. وادي الكشري بتاعي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا بقى، لا اي ولا زي. طبعا الدقة بتاعتي انا حطيت فيها حبة صلصة على فكرة، بتدي طعم للدقة وهم. عاوزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، كشري كان خفيف وجميل جدا جدا جدا. اعملوه بطريقتي وقولولي ايه رأيكم فيه في التعليقات. اعمل فعلا مشروع كشري واقفل على بقية المحلات ولا منفعش؟ جربوه وقولولي في التعليقات. ثقة في الله هيعجبكم. بألف هنا وشفا، وأقول لكم باي باي.